حديث الموسم مصل الانفلونزا نزل في الصيدليات وبنسمع عن الاعلان بتاعه في الراديو وفي التلفزيون وفي كل حته. مريض الروماتيزم ياخده ولا ما ياخدوش وياخده ازاي؟ النهارده هكلمكم على مصل الانفلونزا والامراض الروماتيزميه. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. قاعده ان كل مريض روماتيزم ياخد مصل الانفلونزا الموسمي ايا كان نوعه. على فكره الانواع اللي موجوده في مصر كلها انواع امانها عالي جدا ولله الحمد، سواء جبته من صيدليه او خدته في المصل واللقاح او خدته عند الدكتور في عيادته، امانهم كلهم عالي جدا. طب يتاخد ازاي؟ اهم حاجه ان في فترات عدم نشاط المرض. عدم نشاط المرض يعني ايه؟ يعني المرض هادي والدكتور بتاعك بيقول لك ان انت كويس وسرعه الترسيب بتاعتك والسي ار بي كويس والحمد لله مفيش الام عنيفه في الجسم، مفيش التهاب في المفاصل، والدكتور قال لك احنا واصلين لارقام في نشاط المرض كويسه وبقى لنا فتره كويسين، يبقى ناخده. تاني حاجه انه لازم الادويه تتنظم، فبنروح للدكتور المعالج نساله انا باخد ايه دواء ممكن ياثر على فاعليه المصل. يعني مفيش تعارض ما بين المصل والدواء، انما الادويه بتاعتنا المنظمه للمناعه ممكن تخلي فاعليه المصل قليله. تالت حاجه الاطفال ياخدوه؟ اه طبعا الاطفال ياخدوه، الستات ياخدوه، والرجاله ياخدوه، كله ممكن ياخدوه. اللي بيفرق الجرعه، يعني على حسب النوع. احيانا بعض الانواع بنحتاج في الاطفال ان احنا ندي جرعتين مش جرعه واحده. رابعا ما انا خدته قبل كده يا دكتور حسام المصل بتاع الانفلونزا ومع ذلك حصل لي برد برضه وتعبت. خدوا بالكم ان المصل الهدف بتاعه ان ما يجيلناش الانواع الشرسه من الانفلونزا، مش ان احنا نمنع حدوث الانفلونزا خالص. حتى لو جت بتيجي خفيفه وباذن الله ما تحتاجش لا دخول مستشفيات ولا اي حاجه من الحاجات دي. 5 هل في بقى مرضى معينين في الروماتويد لازم ياخدوه المصل؟ اه طبعا. 1 اللي عندهم تليف رئه، 2 اللي عندهم التهاب في الأوعية الدموية، 3 اللي بياخدوا أدوية بيولوجية. فالقاعدة إن مرضى الروماتيزم أيا كان مرضه أو أيا كان راجل ولا ست ولا طفل ياخد المصل بتاع الإنفلونزا الموسمي، يرجع للدكتور بتاعه طبعا عشان ينظم الأدوية أو يشرفنا ويبعت لنا على الواتساب أو على أي حاجة من وسائل التواصل بتاعتنا الأدوية اللي هو ماشي عليها عشان ننظمها له. ودمتم سالمين.